وما في مرة بعمل فيها مشاوي إلا بجرب هالسندويشة ومشهورة كتير فيها. بنصحكم كلكم بتجربوها. لتحضيرها حطيت الفحم بالمنال لهدية النار، بعدين حطيت عليها المشاوي، طبعاً قلبتهم من كل الجهات ليستووا. بعدين قطعت البندورة وقطعت البصل وغسلته بمي باردة، نشفته منيح، ضفت له البقدونس والسماق. وهالسندويشة ما بتكمل إلا بحمص الكسيح الكريمي الجديد. طعم الطحينية فيه واضح، قوام مزبوط ولا غلطة، وأطيب من حمص المطاعم. لتحضير السندويشة حطيت بالبداية حمص الكسيح الكريمي، بعدين الكباب والبندورة المشوية، وزدت كمان شرحات البندورة ومخلل اللفت والبصل مع البقدونس والسماق. بالآخر حطيت دبس الرمان. كمان حضرت سندويشة تانية بخبز الحمام، حطيت فيها كل المكونات، زدت عليهم مخلل البصل. وهيك الوصفة بتكون جاهزة. جربوا سندويشة الكباب، أو إذا بتحبوا حطوا الشقف محلها، وعلى طريقتي. صحتين وألف هنا.